لا معلش بقى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايوه كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في المقر الرئيسي للحملة الوطنية لدعم السيد الرئيس الإعلام السياسي. بنتقدم بالتهنئة القلبية الحارة معالي السيد اللواء الدكتور فوزي رمضان رئيس مجلس إدارة الحملة الوطنية لدعم الرئيس الإعلام السياسي بتعيين حضرته عضو في هيئة التدريس بكلية العلوم جامعة القاهرة، تخصص الأدلة الجنائية والتكنولوجيا الحديثة، الدراسات العليا والدبلومات والماجستير والدكتوراه، متمنين لسعادة التوفيق والنجاح الدائم من أجل الوطن والمواطنين والدولة. طبعا حضراتكم عارفين ان احنا داخلين على منظومه سياسيه كبيره جدا اللي هي ان احنا ان شاء الله الحمد لله من 2018 كنا مع ورا السيد الرئيس في حمله مواطن يدعم رئيس. كنا معاه والحمد لله السيد الرئيس نجح ومعانا ومكمل معانا ان شاء الله ل 2030 2036 باذن الله تعالى. فاحنا دلوقتي في حاجات الجهات المعنيه طالباها على اساس ان حضراتكم نبقى الحمله الوطنيه اللي جايه لدعم الرئيس الاعلامي السياسي في الانتخابات الرئاسيه. ما ينفعش ان احنا يعني شغالين بقالنا 7 8 سنين، ما ينفعش ان احنا ما نبقاش الحمله الرسميه ويجي غيرنا مش شغال خالص ياخد الحمله الرسميه على حاجات بسيطه. الحاجات دي عند المفوضين وعندنا احنا بس. يعني الحاجات البسيطه ديت هي اللي هترفع من شأننا على اساس ان احنا على مستوى جمهوريه مصر العربيه كلها ان احنا نبقى ماسكين الحمله باذن الله، هنبقى حمله رسميه وطنيه تطوعيه باذن الله زي ما احنا ماشيين ومعانا يعني قيادات امنيه ومعانا قيادات سياسيه على مستوى جمهوريه مصر العربيه والحمد لله. وانا بتمنى ان كلنا كده نكون على قلب رجل واحد، لان احنا داخلين على منطلق سياسي كبير. السيد الرئيس يعني احنا معاه بنقول له قلبا وقالبا. في ناس بتحارب فيه، لا احنا بنحارب اللي بيحاربوا فيه. احنا بنصد جميع الاشاعات، بنصد جميع الحاجات اللي ضده. قلبا وقالبا. احنا مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه قلبا وقالبا، وبنقول له يا سياده الرئيس سير على بركه الله، خلفك شعب 30/6، الشعب الواعي، الشعب المؤمن بحضرتك والمؤمن بانجازاتك ومشروعاتك. احنا معاك حتى عام 2030 2036 باذن الله تعالى. طبعا الحاجات المطلوبه من حضراتكم كمفوضين عام، طبعا انا بمناسبه المفوضين العام، المفوض العام اللي ما حضرش النهارده هنعتبره ملغي من الحمله، وان شاء الله سيتم تعيين مفوض عام من باكر ان شاء الله. كل مفوض عام لاي محافظه، تعيين منسق عام لكل محافظه ومنسق عام لكل قريه. يعني المفوض العام هينسق منسق عام لكل محافظه ومنسق عام لكل قريه. دي الحاجات المطلوبه امنيه عشان نبقى كلنا عندنا خلفيه ودرايه. وكل منسق يقوم بتشكيل هيئه مكتب تحت اشراف المفوض العام ومنسق المركز. يتم عمل استماره الادويه بالحمله لاستخراج كارنيه بمعرفه امانه الحمله على مستوى الجمهوريه من هنا، من الامانه الرئيسيه للحمله هنا. محدش يعمل استماره من بره ولا من هنا. لابد من كل مفوض لكل محافظه صادر له قرار موقع من الامين العام رئيس الحمله. يتم ارسال هذه الكتب من الحمله لرئاسه الحمله. يعني كل واحد معاه تفويض السنه دي هيبقى ساري وهنعرفه ان هو معاه تفويض ساري. اللي معهوش تفويض ساري حسب التعليمات الامنيه برضه لازم يجي ويعمل تفويض لسنه 2023 علشان خاطر لما بنودي هنودي التفويضات دي كلها بصورها ببيانات المفوض ببيانات الاعضاء بتروح الجهات الامنيه هنتكشف عليها امنيا تاني عشان خاطر هنخش تبقى الحمله الرسميه انتخابات الرئاسيه الجايه. احنا عايزين نشتغل صح من دلوقتي من النهارده. فكل مفوض له 30 يوم يجيب لي فيه التشكيل اللي انا بقوله ده. التشكيل اللي هو تعيين منسق لكل مركز وتعيين منسق لكل قريه. وطبعا المنسق والاعضاء، طبعا كل منسق هيجيب الاعضاء اللي تحت ايده اللي هي الاعضاء اللجان اللي هي المراه والتعليم ومكافحه الارهاب والفساد والاتصال الامني والسياسي، جميع التشكيلات بتاعه المركز وجميع تشكيلات القريه. 34 لجنه اهو. تاني حاجة هترصد جميع أسماء الجهات الأمنية والرقابية بمعرفة إدارة الحملة. يعني معرفة السيد الدكتور فوزي رمضان معرفتي هنرصد الحاجات ديت للجهات الأمنية لأن هم مطلوبة. فأنا بتمنى إن كل مفوض هيشتغل معانا هيجهز لي الحاجات دي في خلال 30 يوم. اللي هيجي من يوم 31 هنقول له شكرا إحنا آسفين. والمفوض اللي ما حضرش النهارده ان شاء الله احنا من باكر كده ان شاء الله، لان احنا قدامنا العدد كتير. يعني انا مثلا محافظه زي محافظه كفر الشيخ جالي منها 4 لواءات. لواءات على اعلى مستوى، 2 مساعدين وزير الداخليه و2 قوات مسلحه.
فبنفضل ما بين واحد فيهم نمسكه. مثلا محافظه زي مرسى مطروح جالي منها 6، كان هنا ناس، كان في وفد هنا من مرسى مطروح امبارح بالليل، جالي وفد تاني من المستشارين، ناس قويه في القبائل هناك. فاحنا اللي مش عايز يكمل معانا بنقول متشكرين، خلاص انت لحد دلوقتي متشكرين، خلاص اركن يا مدام تبقى عضو عادي. احنا الفتره اللي جايه يا جدعان فتره المفروض الكل كده يبقى تكاتف فيها. المفروض المنشورات بتاعت حضراتكم تطلع وتظهر اكتر واكتر الفتره اللي جايه. انجازات الرئيس كتيره، الناس الخونه من خلال انما بيبخسوا انجازات الرئيس، عايزين يظهروا ان هم بيصدروا لنا المشاكل في الاسعار والمشاكل في الغزال والمشاكل في كل حاجه. احنا مش هنصدر كده، احنا هنصدر انجازات الرئيس حتى لو كيلو اللحمه هيقف على 1000 جنيه. لازم نبقى قابل وقريب، لان دي مش مشكلتنا احنا الوحيده، مشكله العالم. هم ليه بره ما بيتكلموش عن المشاكل بتاعتهم الاقتصاديه؟ لان هم مؤمنين بان في دوله بتحل لهم المشكله. مؤمنين ان في رئيس عندهم بيحل لهم المشكله، هم عندهم وعي، احنا عندنا لا وعي، والوعي ده بنسبه اللاوعي بنسبه ال 5% الخونه والخلايا الناميه والارهابيه اللي في الدوله. ال 95 على قلب رجل واحد خلف القياده السياسيه ممثله في السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه. فاحنا من النهارده ان شاء الله احنا باسم الحمله الوطنيه لدعم السيد الرئيس الاعلام السياسي برئاسه السيد اللي هو الدكتور فوزي رمضان رئيس الحمله، وباسمي وباسم جميع اعضاء الحمله على مستوى الجمهوريه، بنعلن تأييدنا وترشيحنا للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي 2024 والوقوف خلف السيادات ضد كل الخلايا الناميه والارهابيه وكل من يتحاول ان يمس بزعزعه استقرار الوطن. احنا جندي مصري واحد ضد اي حد يحاول زعزعه الاستقرار في مصر. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا السيسي، تحيا مصر، تحيا مصر عليك، تحيا مصر. شدوا صوتك شويه، عيدهم تاني. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا السيسي، تحيا الحملة الوطنية. 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 الإعلام السياسي. تحيا الحملة الوطنية. تحيا مصر، تحيا مصر. تحيا مصر بيكم كلكم، تحيا مصر بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الراجل اللي احنا مش هننسى له انه حط روحه على كفه من اجل بناء مصر حديثه، من اجل القضاء على جماعه من اسوأ جماعات الاسلام الاخواني المتطرف اللي كانت عايزه تمسك مصر وتحكم مصر 500 سنه، اللي كانت عايزه تفرق ما بين المصريين، اللي كانت عايزه تفرق ما بين الشعب المصري الواحد، اللي كانت عايزه تقسم مصر لدويلات. ناس في سيناء هياخدوا دوله بتوع غزه، وفي السودان هياخدوا دوله، من اجل ان هم يحطوا رجلهم واستقرارهم على ارض مصر ل 500 سنه. ولكن الراجل ضحى بنفسه وضحى بجيشه وضحى بشرطته، واحنا كلنا وقفنا معاهم، وربنا نصرهم بايدينا وبايدين الجيش وايدين الشرطه وبايدين كل وطني مصر الشريف، من اجل القضاء على جماعه من اسوأ جماعات، وربنا لا يعيدهم تاني ان شاء الله. كفايه عايشين في امن وامان يا رب. كفايه عايشين في امن وامان. امن وامان غير الدول الثانيه. احنا عايشين في امن وامان، عايشين في خير ورخاء في العيد وفتره العيد ورمضان اللي قالوا فيها ان الناس كلها هتجوع وهتروح مواد رحمن. الناس الغلابه هي اللي عملت مواد رحمن للناس. الناس كلها عملت كحك واول مره تحصل. انا عندي جيران ما كانوش بيعملوا كحك ولا بتاع، عملوا السنه دي. انا عندي الناس ما كانتش بتجيب عيد بيمشوا من عندهم، جابوا السنه دي. ده خير بتاع ربنا، الراجل ده طيب ومرسل من عند ربنا، وبنقول له معاه وخلفه. وتحيا مصر بيك يا سياده الريس، تحيا مصر، تحيا مصر. هيشرفنا النهارده ان احنا يبقى معانا حبه مداخلات كده ان شاء الله، المداخلات من الناس اللي معانا المحترمين. هنبداها بالمستشار محمد صالح، هيقول كده. كل سنه وانتم طيبين. تحيا مصر بيكم الاول احنا يعني بندعي من ربنا سبحانه وتعالى يبارك لنا في الرئيس عبد الفتاح السيسي، يبارك في عمره، عشان هو ده الراجل اللي حرر البلد من الخونه والاسلام وعيشنا في امان. اتنين اللي بنشكره السيد اللي هو فوزي رمضان، وجمعنا على الخير وعلى كلمه اللي هي الحمله الوطنيه للاعلام السياسي للسيد رئيس الجمهوريه. معناها ايه؟ اتعلمتها منه ان احنا نعلم الناس في بلادنا، نفهمهم إيه الرئيس بيعمل ايه، ويخلي واستوعبوا
هيقول لي ده في ازمه، ده السيسي، اقول له انا معاك بس هتعدي الازمه. ده محمد صلاح بيقول ان في التلفزيون عند احمد بيه علي ان الدولار هينزل، الدولار هينزل بس ما ينفعش يجيب لك السر دلوقتي. ليه؟ جبل الذهب اللي هنا ده كان زمان في العهد السابق كان بيشيلوه يحودوه بره يتحلل بره وبناخده منه 5%. النهارده سياده الرئيس شفته قدامي هنا في التلفزيون المكن والخبراء وبيحللوا. مش كل اسبوع الرئيس هيطلع سر بالبلد ويقول ده انا عملت سبيكه 2 3. لا ان شاء الله في الايام اللي انا وعدت بيها السيد احمد بيه علي قلت في خلال سنه الرئيس هينفخ الدولار وهيبقى زي العنكبوت وهيرفع بمصر. مصر مش هيخليها الدنيا، هيخليها كل الدنيا. وبعدين ما ينفعش حد يمسك رئيس جمهوريه مصر العربيه بلد زي دي. ربنا اتجلى عليه، ربنا اتجلى على مصر. وبعدين ربنا اللي حافظ مصر مش الملائكه، الملائكه حافظه الكعبه لكن مصر ربنا اللي حافظها. فتحيا مصر بيكم الاول وبالرئيس عبد الفتاح السيسي.